جوليان اليوم جول للبارسا، جول للبارسا من روزاريو، يعود من جديد الفتاك اليوم. هذه أرضكم وهذه أهدافي، هذه أرضكم وهذه أهدافي اليوم. الرحيم. سيداتي انساتي سادتي احبائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وطابت اوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في هذا اليوم الكبير والكبير جدا، وربما يكون ايضا الحاسم على مستوى الليغا الاسبانيه. ماهر الليغا سيدفع هذه الليله الكبيره، اما فرصه يستغلها برشلونه في اعاده الامل واستعاده اشياء كثيره، واما ان يفوز ريال مدريد ليصعد عتبة كبيرة مهمة جدا من أجل استعادة الليغا التي تبتعد عن عرين النادي الملكي منذ أكثر من 4 مواسم. بالتأكيد هذه المباراة لا تحتاج إلى مقدمات. الكلاسيكو وما أدراك ما الكلاسيكو، المباراة الأهم في كل عام على مستوى العالم. في برنابيو من المتوقع أن يشاهد هذا اليوم هذا الكلاسيكو 650 مليون مشاهد وأكثر من 185 دولة. مدريد هكذا استقبلت جماهير سانتياغو برنابيو فريقها الملكي قبل مباراة برشلونة المهمة جدا في الجولة 33 من الليغا الإسبانية. وبطبيعة الحال الكل ينتظر معنا هذه المباراة المهمة جدا، نكون أو لا نكون بالنسبة للضيوف برشلونة الذي يبتعد 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر والذي يملك أوراق كبيرة من هذا النوع. راموس يغير اتجاه اللاعب لكارفاخال على جهة اليمين، كرة خطيرة لرونالدو. وبالتأكيد سقوط كريستيانو داخل صاروخ ماديرا بين يدي كارفاخال، وكرة عرضية بعدها الدفاع خطيرة للميرينجي. برشلونة تحت الضغط، مرتدة سريعة خطيرة لريال مدريد بين رونالدو كريستيانو في مكان خطير، وكرة رياضية عالية من جانب راموس. 75 نقطة في رصيد ريال مدريد، 72 نقطة، أكثر من 600 إعلامي يمثلون أكثر من دولة. هذه كرة خطيرة لمصلحة بارسا، وسواريز يلعبها مرة يا سواريز للمحافظة على الليغا هذا الموسم بالتأكيد. بالنسبة لزملاء ليو مع كازيميرو أعطى واحدة ليو، مرة الكرت، هات الانذار الأول في الكلاسيكو. نعم واضحة جدا، تدخل بطاقة صفراء لكازيميرو، أعطى واحدة ليو اللي كان يراقبك. الوقت مبكرا جدا في هذه المباراة، نحن بعد 12 دقيقة، وهذا الحكم بالذات أليخاندرو خوسيه هرنانديز سبق وأن طرد في المباراة الوحيدة اللي حكمها كلاسيكو الموسم الماضي في كامب نو عندما فاز ريال مدريد 2-1، طرد سيرخيو راموس في تلك هنالك أزمة في برشلونة. يتجهون إلى ليو يمر، ليو عدى، ليو يخترق، ليو مر بكرة بينية لكنها أقرب لكارفاخال. خطيرة اللقطة الأخيرة من جانب ميسي، ترصص على الأرض ورونالدو عند الكرة، محاولة لكريستيانو وتألق لتير شتيغن، خطيرة جدا لمصلحة ريال مدريد، لكن تير شتيغن شوفها صاروخ ماديرا. شوف رونالدو اليوم يقدم مباراة كبيرة. بالسلامة إن شاء الله اليوم، بالسلامة إن شاء الله اليوم، لأنه ميسي عندما يصاب هذه ضعها بين قوسين، كرة القدم تصاب،
عندما ميسي يصاب كرة القدم تصاب، لأنه من أفضل من يلمسها في العالم. ميسي يتعرض لإصابة بعد تدخل من جانب مارسيلو، وبعد ذلك استمرت هجمة ضيعها كريستيانو رونالدو مع تألق كبير جدا لتير شتيغن في ردة فعل ممتازة أمام كرة النجم البرتغالي. إصابة لليونيل ميسي، بيل خلف المدافعين وكرة، ويبدو أنه على ما يرام لاستكمال هذه المباراة. وسط الملعب ميسي ضغط عالي بجانب كازيميرو، ميسي يحافظ على كورته، ميسي يلعب الكرة على جهة استقبال أول كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وكرة التقدم بعد دقائق في أفضلية. كرة في منتهى الروعة من جانب مارسيلو لراموس اللي كان بعيد عن الرقابة، وفي الأخير شوف اللمسة من مارسيلو. هل كان في تسلل؟ لمسة عند داليو، بوسكيتس في وسط الملعب، تمريرة، محاولات تصل عند داليو لاختراق دفاع. التعادل يا ليو، جول للبارسا، جول للبارسا بالروزاريو، يعود من جديد الفتاك ليو. هذه أرضكم وهذه أهدافي، هذه أرضكم وهذه أهدافي. ليو يسجل التعادل لبرشلونة، يعود للكلاسيكو من غير ليو. ميسي يعود لبرشلونة مرة أخرى، يا لها من مرور، من مهارة، من عبور، من إمكانيات هائلة من لاعب استثنائي. هدف التعادل يأتي لبرشلونة، هدف ريال مدريد، هدف. الأخطاء ممنوعة في مثل هذا النوع من المباريات. خطيرة للوكا مودريتش وكرة، يا سلام يا مودريتش، والله على تير شتيغن، يا لها من كرة، ويا لها من تسديدة قوية، ويا لها من ردة فعل رائعة لتأتي برشلونة. خطيرة من جانب ليونيل ميسي، ومحاولة أمام كازيميرو، مارليو، خطأ لمصلحة برشلونة، خطأ لبرشلونة. كازيميرو عنده إنذار، وحكم المباراة ماذا سيقرر بعد ذلك؟ خطأ لميسي بدون إخراج بإنذار ثاني لبرشلونة. الهدف الأول لريال مدريد، وكانت الكثير من الالتحامات والتدخلات واللقطات، وبالتأكيد في الموعد المهم جدا في الليغا الإسبانية، الكلاسيكو الذي انتهى شوطه، وبكيف في اللحظة الأخيرة كادت أن تأتي هدف النيران الصديقة. يعتلي، يلعب كرة لتوني كروس، وكرة توني كروس خطير وسط الملعب، يلعبها لمارسيلو، عرضية خطيرة بالراس مع كارفاخال بين راكيتيتش، خطيرة لكسر، وخلص نافاس في آخر لحظة. يا لها من كرة، يا لها من فرصة، وكرة كانت قريبة جدا من البارسا لولا كان نافاس. عودة لإنيستا، علامة هجوم، كرة تلعب من جانب راكيتيتش، عرضية بالراس وكيلور، ويوم الحراس. واحدة من تير شتيغن، ثانية من شتيغن، ثالثة من شتيغن في مباراة اليوم. المرتدى السريع لريال مدريد، الثاني لريال مدريد، ضيع الفرصة الخطيرة. انيستا على حدود منطقة الجزاء، داخل منطقة لسواريز، يا الله، من أين لنا بنيستا؟ آخر يا جماعة، اعطينا اللقطة على نيستا، يا إلهي على الباص خلصها ناتشو، راكيتيتش مرور أول ناجح، تسديدة خطيرة،
راكيتيتش لبرشلونة، ضربة رائعة من خارج منطقة الجزاء. البلاوغرانا في البرنابيو يتقدم 2-1. إيفان راكيتيتش ابن الكروات، ومن لا يسجل الأهداف يقبلها في مرماه يا مدريد. الثاني لبرشلونة، الثاني لإيفان، الضربة من راكيتيتش. ميسي ومودريتش، وهذا راموس، خطأ على راموس، وين ضرب، خطأ على طرد لراموس. التاريخ يعيد نفسه. حكم المباراة أليخاندرو هرنانديز مرة ثانية على التوالي يحكم الكلاسيكو، مرة ثانية على التوالي يطرد راموس بعد اندفاع متهور أمام ميسي، وردة فعل مشجعين على قرار الحكم. الطرد المباشر لراموس اللي اندفع على ميسي. ريال مدريد ب10 لاعبين. 1-2 جميلة بين سيرجي، وكرة عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء، ونافاس، ايش هذا يا نافاس، كرة ضاعت على مدريد في الهجوم، عرضية مارسيلو، تعادل. كوبا ديل ري ممتازة من سيرجي في وسط الملعب، مرتدة سريعة لبرشلونة خطيرة. 5-3 للبارسا على اليسار، فرصة للويزيتو سواريز، وهذا جوميز يلعبها وتمريرة. لديكم لا خوف عليكم يا بارسا. هداف التاريخ للكلاسيكو يخطف كل شيء في أصعب ملعب، بل في أرضه ومكانه وملعبه المفضل يا ليو، يا بالروزاريو، يا له من تحرك يا سيرجي. بطل الريمونتادا كان وراء كل شيء اليوم، وتمريرة ساحرة من جوردي، وين اليوم، هذا مكانه. وبعد ذلك صافرة الحكم تنهي كل شيء لتؤكد فوز البارسا وإبقاء أماله وحظوظه في الفوز بالليغا بعد الفوز بالكلاسيكو. وإن كان ريال